السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. قلت الصبح كده أعمل الفيديو ده خاص بحد سألني على إن هو عنده انترفيو في شركة شحن، هيبقى ماسك الجزء بتاع الإمبورت. فمعلومات صغيرة جدا لو هتشتغل في الإمبورت عشان خاطر تقدر تساعدك لو أنت داخل انترفيو لسه راجل جديد فريش أو داخل المجال جديد، تبقى فاهم أنت برضه بنسبة كبيرة شغلك هيبقى شكله عامل إزاي، وبيزد عليه تبقى مجهز نفسك. طبعا انت لو راجل فريش ولسه متعرفش اي حاجه عن البوالص وكده، فالانترفيو ده المفروض ان هو يكون بيشوف بيرسوناليتي اكتر ما هو بيشوف تكنيكال، لان هو مش عايز حد عنده خبره او حد عنده كفاءه معينه هو محتاجها في الشغل. بيبقى عايز شخص يقدر يتعلم وعنده الفلكسبيليتي ان هو يقدر يتعلم. فنصيحتي لو انت ما عندكش خبره في المجال اصلا، فهتكون خطوه كويسه جدا انك قبل ما تروح هناك تكون مجهز نفسك كويس، تركز على اكتر حاجه في البرسوناليتي اللي علاقه بانك تشتغل تحت ضغط، تبقى شاطر جدا في الفولو اب. بتعرف طبعا انجليزي كويس لان طالما تعاملاتك في الوارد، فبنسبه كبيره كل شغلك هيعتمد على شغل الامبورت ومع ايجنتس بره وخطوط خارجيه، فانت كل الكلام هيبقى بالانجلش. الايميلنج سكيلز طبعا لازم تكون كويسه جدا. تكون فاهم الايميلات والاوتلوك وازاي تقدر تنظم وقتك وتنظم اجراءاتك في المطلق يعني، عشان انت هيبقى دورك فولو اب. اما لو انت عندك اكسبيرينس صغيره، فاهم يعني البيزكس، الكونتينرز وانواعها، البوالص وانواعها وهكذا. فالجزء بقى اللي محتاج تعرفه، انت راجل بتشتغل وارد. انا دايما بقول الوارد ده هو اهم حاجه فيه، قدرتك على الفولو اب وقدرتك على انك تعرف ان في مشكله ممكن تحصل من حته معينه، تجمع اكبر داتا موجوده وتفولو اب وتعرف الابديتس اون ديلي بيزس، يعني يوميا تعرف احنا عندنا تحميل ايه، وصلنا في ايه للشحنه. لان الشغل الوارد ده بيعتمد على ان انت بتعين مكتب. آه، كمثال مثلا دايما باخده هو المانيا او نقول الصين المره دي. فانت هتعمل اجراءات نقل وتخليص وشحن بحري هناك في المينا. طبعا هافويد خالص حته البرايسنج يعني، لانك اكيد لازم قبل ما بتشتغل الشغل او يبقى كونفيرمد من العميل، وانت بالتبعيه بتكونفيرم مع الشيبنج لاين او مع الايجنت بتاعك بره او مكتبك بره. فبنعدي حته البرايسنج دي. انت دورك انك بتفولو اب يوميا، ابتديت تكونفيرم، فانت محتاج خلال 24 ساعه يكون معاك الحجز اللي هو البوكينج كونفirmation موجود، رقمه موجود، بتراجع على عدد الحاويات، بتتاكد ان هو رقم الاي سي اي دي اللي العميل اداهولك. وبرضه هنتكلم لو في حد مش فاهم اي حاجه من اللي انا بقوله في الفيديو برضه يبعت لي، عشان لو ممكن كده نمسك نقطه نقطه ونتكلم فيها بالتفصيل. بس الفيديو ده يعتبر سريع للاستاذ اللي كان بيسالني على ان هو عنده انترفيو. فبتتاكد من كل الداتا مظبوطه، من تاريخ الشحن، كل تفاصيل، والكات اوف وميعاد التحميل. طبعا لو اي داتا ناقصه بتساله او تسال مكتبك بره الداتا دي اجيبها ازاي. ف يعني تسال مكتبك بره وهو يرد عليك يقول لك الابديتس، سواء كانت في رقم بوكينج ناقص، مش مكتوب رقم الاي تي دي، عدد الحاويات مختلف، كل ده انت بتراجع عليه وتاكد معاه كل التفاصيل. بتبدا بقى تشوف والله هو بلغ ميعاد التحميل هيبقى بعد يومين، فانت بتعمل مارك او تاسك انك تفولو اب على ان التحميل تم في اخر اليوم. وطبعا تبقى مع مراعاة برضو لازم تركز قوي في موضوع فرق التوقيت ما بينك وما بين الصين او بينك وما بين المانيا او بينك وما بين امريكا، عشان ما تبعتش ميلات ما حدش هيرد عليك فيها او تكون متاخر في انك تعرف الفولو اب. بعد كده المركب الحاويه بتتحمل، فانت بتعرف ان هي حملت ولا لا. بيجي لك فاينل اللي هو الدرافت عشان تبعته للعميل بتاعك هنا يراجع عليه. وبرده طبعا من ناحيه الشاحن او من ناحيه المورد للعميل اللي هو الشيبر برده بيراجع على البوليصه، وده دور مكتبك في الصين. وانت بتبعته للعميل هنا عشان يراجع عليه وتشوف الكومنتس بتاعتهم وتبدا تشير لو العميل عايز يعدل حاجه، عايز يحط حاجه في معلومه معينه مختلفه عن اللي العميل قال لك عليها. الشيبر بره اللي هو الراجل اللي اشترى منه بلغ مكتبك بمعلومه مختلفه، فانت دورك وسيط بتابديت عميلك هنا، انت واجهه عميلك هنا، وعميلك ما يعرفش مين مكتبك في الصين، ما تعاملش معاه قبل كده. فانت دورك انك بتنقل معلومات ما بين الاتنين وتاكد ان الشغل ماشي مظبوط. هنقول خلاص الحاجة دخلت واتحملت والعميل كونفيرمد الدرافت، بتستنى الفاتورة بعد ما بتستلمها بتراجع عليها كويس، بتراجع ان فعلا دي الكوست بتاعتك اللي موجودة. وبعد كده بتطلع الفواتير بتاعتك للعميل اللي انت بتحط عليها هامش الربح. وبعد كده بتبدأ تفولو اب على الشحنة كل
يومين، كل 5، كل 10، تعرف هي وصلت فين. طبعا لو حاجة عليها تراكنج دي بتبقى سيرفيس كويسة بالنسبة للعميل، انك تقدر تابديته بالسفر بتاع المركب وصلت لحد فين، عشان حتى قبل ما توصل بيومين 3 يبقى هو مجهز نفسه بالورق ومجهز نفسه بكل الإجراءات. وطبعا قبل كل ده بعد ما بتطلع الفاتورة بتسأل العميل انت عايز البوليصة سي وبيل او تيلكس، او قبل ما المركب ما تسافر تعرف منه انت عايز البوليصة اوريجينال ولا سي وبيل ولا تيلكس. بنسبة كبيرة هي يا اما اوريجينال يا اما تيلكس، مفيش سي وبيل في معظم الخطوط هناك في الصين. فبتعرف برضه حتى كمان الاوراق بتاعته تتحرك ازاي، هتبعتها انت مرفق معاها الكوميرشال انفويس والباكنج ليست بتاعت العميل، ولا هتبعت البوليصه لوحدها بس. زي ما قلت لك انت دورك هيبقى معظمه فولو اب. انت مش بتعمل حاجه بايدك، يعني انت مش بتكلم مخلص وتكلم مقاول نقل وتتابع النقل وبتاع، لا انت بتتابع مكتب واحد، المكتب ده هو ده بيقوم بالدور. وعلى النقيض طبعا لو شحن صادر فانت اللي بتعمل الادوار دي كلها، والمكتب بتاع بره هو اللي بيفولو اب معاك. فاللعبه كلها في الفولو اب. فالموضوع كله ان الفولو اب ده هو ده اهم حاجه في الشغل ده، وانك تعرف ازاي تفولو اب، تعمل اكسل شيت بشكل شيك، طبعا يكون عندك خبره في الاكسل، انك تعرف تفولو اب على الشغل بتاعك برقم الفايل، برقم البوليصه، باسم الشيبنج لاين، وتبعت ابديتس للعميل. طبعا كل ما اديت للعميل ابديت فعلى فترات قريبه، يعني طبعا مش هقول يوميا عشان اكيد مش هتقعد 30 يوم تقعد تبعت له ابديت، بس في شركات بتبقى عندها سيستمز تقدر تبعت ابديت للعميل على حسب اللوكيشن. ولو حصل اي تاخير طبعا بتبقى انت يفضل انت اللي بتدي المعلومه للعميل من بدري بس. فده بكل بساطه يعني. وان شاء الله يا ربنا يوفقك في الانترفيو، يوفق الجميع يعني، وربنا يسهل ان شاء الله. شكرا.